ستيف جوبز قبل ما يموت الناس قالت لك ابل هتنهار، وكان اكبر نجاح لتيم كوك ان الشركه ما وقعتش بعد ستيف جوبز لان الشركه كانت مربوطه باسمه. بس كتير جدا بتفتكر ان ابل دول يعني اخترعوا العجله. their innovation في حاجات حلول مشاكل بسيطه جدا، واحده منهم عمر ما حد بيبص لها انها انوفيشن. اخويا ده اللي بتكلم وافضفض معاه، ده اللي بينزلني على ارض الواقع لما بحلم جامد جدا على شخصيات مختلفه تماما في البيزنس. والله ما الحل ان احنا نصوت ونزعق ونكسر محلات ونعمل في مش عارف مين ونشتم في ايه ونلبس الليله كلها لبراندين 3 احنا قادرين نتشطر عليه. ندخل بقى على حته البيزنس شويه في الفاضل. حضرتك معروف ان انت بتحب الانوفيشن جدا جدا، وانا متاكده ان حضرتك والتيم بتاعك في مدينه مصر بيجي لكم افكار كتيره جدا كرييتيف وجديده. بس ازاي بقى بتفلتر الافكار دي وتقول والله الفكره دي هنعملها، الفكره دي لا مش هنعملها، او الفكره دي مثلا مش هنجازف بيها. وعايزه اعرف بقى ازاي بتimplement the art of saying no، يعني نفهم. الموضوع فعلا عايز تدريب وعايز ديسيبلين، والاهم من ده عايز هو احنا بنانوفيت ليه؟ لان تاني الانوفيشن از كلمه مغريه جدا ان احنا يلا كلنا نادوبت الانوفيشن، يلا نبقى انوفيتيف. وعلى فكره البني ادم بطبعه، ودي بقولها للشباب كتير جدا، البني ادم باي هيومن نيتشر، ده بيدرسوا الكلام اللي انا هقوله ده في علم الديزاين ثينكينج اللي هو العلم بتاع الانوفيشن اصلا، ان الطبيعه البشريه انها كم اب وذ سوليوشنز. لو قعدنا قعده برين ستورمنج نطلع بفكره لحاجه يعني يو بي سربرايزد هنطلع بافكار شكلها عامل ازاي. ساعات الواحد يبقى داخل الميتنج عشان عندنا مشكله معينه عايزين نطلع لها بحل، ونبقى داخلين اصلا تحسي انك مخك فاضي ومش عارف لسه هنطلع بتاع، ونطلع مفيش بعديها بساعتين مش ملاحقين على طب الفكره دي ولا الفكره دي اللي هتدخلنا في حته، طب نختار انهي واحده ونفلتر ازاي ونقول ايه لايه ونقول لايه لا يعني. فهي بتبدا من انت بتانوفيت ليه. انا شايف ان البروسيس اللي انت سالتيني عليها ديت، لان مش everyone is built for innovation، ومش كل الاورجنايزيشنز حسب ظروفها وحسب عمر الشركه وحسب تشتغل في اي مجال وحسب الكومبيتيتيف تيم شكله عامل ازاي، طبيعه البرودكت بتاعك وهو فين في اللايف سايكل بتاعته وتقبل العميل، واني جيل دلوقتي اللي انت بتخاطبه، وفي جنريشنال شيفت بيحصل ولا انت في حته كومفورت زون مع الجيل اللي اوريدي بيشتري. في معايير كتير جدا في الحته دي كلها. بس انا تعالي بحكي لك بقى على ماي بيرسونال اكسبيرينس. يعني انا دي من الحاجات برضو اللي بحس ان انا مغلوب على امري فيها، انا بعشق الانوفيشن. انا في البايو بتاعي في السوشيال ميديا كاتب اي ثرايف ثرو انوفيشن، فانا بتنفس انوفيشن. انا دي من الحاجات بس هو يعني ايه انوفيشن؟ انا هفسر لك حاجات كتير جدا وفي الاخر نجاوب على السؤال بدقه. يعني ناس كتير بتتخض من كلمه انوفيشن فيفتكر لا انوفيشن ايه وبتاع، لان هم بيفتكروا ان انوفيشن ده اختراع، انفنشن. هما كلمتين شبه بعض قوي، بالعربي وبالانجليزي شبه بعض قوي. بالانجليزي هما innovation وانفنشن، ابتكار واختراع، وبالعربي هما ابتكار واختراع، فهما شبه بعض، حروف قليله ما بينهم. احنا الانوفيشن مش اختراع، يا ريت الاختراع ده درجه اعلى، انك تخترعي حاجه ما اتعملتش قبل كده، انك تخترعي دواء لمرض ما كانش موجود قبل كده، ان زي ما بنقولها كليشيه اللي اخترع العجله ولا الحاجات دي كلها، ده اختراع، ده حد عمل حاجه مش موجوده قبل كده، ده ليفل اعلى. الانوفيشن مش كده، فما تخافوش منه. الانوفيشن هو فن حل المشاكل. فانا ممكن على فكره الانوفيشن يبقى حاجه بس ان احنا حاجه بنعملها بالاربعه ستيبس دول، ففجاه اكتشفنا ان احنا لو شلنا ستيب 2 هتتعمل اسرع واحسن، ده انوفيشن. فمثال دايما بضربه على ابل، ان هم مدرسه الانوفيشن. ناس كتير جدا بتفتكر ان ابل دول يعني اخترعوا العجله. هم ابل موست اوف ذير انوفيشن في حاجات حلول مشاكل بسيطه جدا، واحده منهم عمر ما حد بيبص لها انها انوفيشن، بس انا دايما بنبهر ان هم عملوا فيها ايه في الباكجينج بتاع الايفون مثلا. يعني قبل الايفون كان باكجينج التليفونات قد كده، وكانت نوكيا ساعتها بتعمل تليفون قد كده بتحطه في علبه قد كده. والعكس، ده كان جزء من السايكولوجي اللي بيلعبوا فيه في دماغ العميل، لان هو بيبيع له عده صغيره جدا فعايز يحسسه، ودافع فيها فلوس كتير العميل، فعايز يحسسه انك اشتريت حاجه ذات قيمه، فيروح حاططها له في علبه قد كده وفيها اكسسوارز وفيها مش عارف مين وكتالوج قد كده ومش عارف مين، فيروح البيت حاسس ان انا يعني عملت الاستثمار الصح يعني. فراح جاي ابل مغير المفهوم تماما. ليه؟ بيحل مشكله. فجاه هي شرانك ذا باكجينج على قد التليفون. وحتى في عمر الايفون من 2007 لغايه النهارده، الباكج الايفون هم الاول ريفولوشن عملوا صغروه، حجمها قد حدود الايفون بس كانت تخينه وفيها الشاحن وبعدين فجاه شالوا الشاحن وشالوا مش عارف مين، وبقت دلوقتي رفيعه وقد التليفون. شويه شويه هتبقى يعني
يا دوب لانه لسه اتس برستيجيوس برودكت وعايز يحسسك. هو في ناس ممكن تقول لك طب ما يجيب من الاخر ويحطها يلفها لنا في سلوفان ويديها لنا بس يعني. فباك تو تاني عشان نرجع بس لحته الانوفيشن. طب هم حلوا مشكله ايه؟ في ناس بيقول لي كرتونه اللي انت بتتكلم والباكجنج اللي بتتكلم عليه هو بقى بيخزن في مساحه اصغر عدد تليفونات اكتر. هو بقى بيشحن تليفونات اكتر في مركب اصغر او في كونتينر واحد بقى يشيل عدد تليفونات اكتر فتكلفه الشحن قلت فالبروفيت مارجن بتاعه زاد او عرف يترانزليت دوت للعميل لو هو قل السعر بسبب القصه دي. الكاربون ايميشن بصي كل ده من باكجنج. بس هو وارث بقى مربط الفرس او فين مربط الفرس عشان ارجع لك للسؤال. انا دايما بقول ابدا بالمشكله مش بالحل لان باي هيومن نيتشر زي ما بقول لك ده دراسات بتثبت ذلك ان باي هيومن نيتشر او فطره البشر نطلع بحلول. بس ساعات احنا بنطلع بحلول هي دي اللي هتوديني بقول لك احنا بنختار الحاجه ازاي يعني. ساعات بنطلع بحلول مشكله مش كبيره قوي او مش موجوده في السوق بتاعنا او بتاع بس انا عجبني انا طلعت بحل انا طلعت بابتكار. ايه رايكم يا جماعه؟ اول حاجه ندهن الهواء دوكو وات ايفر. معرفش الجيل بتاعك يعرف يعني ايه ندهن الهواء دوكو ولا لا بس ده كان مثلا بيتقال واحنا صغيرين يعني. فدوكو ده اللي هو البويه يعني او البينت يعني يعني تعالوا ندهن الهواء يعني اي حاجه. فالافكار سهله وبقول لك ولو عملنا مشينا ورا الخطوات المتبعه في البرين ستورمنج هنطلع بافكار كتير جدا 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 جدا. بليز هو ده بقى اجابه السؤال. ابدا بالمشكله ما تبداش بالحل. ايه المشكله اللي انت بتحلها؟ ده اللي احنا بنعمله هنا بقى. فباك تو احنا بنعمل ايه هنا واحنا معروفين بالانوفيشن. احنا عندنا ذراع اسمه مدينه مصر انوفيشن لابس عشان نحط على عاتقنا المسؤوليه بتاعت احنا بتوع انوفيشن واخدين على عاتقنا القصه دي كلها. بتبدا البروسيس ازاي عشان اعرف انقي الانوفيشن ده ولا الانوفيشن ده؟ بتبدا من المشكله. فبنعمل مابينج لمشاكل السوق ومشاكلي مع العملاء وكل الستيك هولدرز بتوعي. بنعمل مابينج للمشاكل ونحاول نسكيلت كمان لان انا ممكن يبقى عندي 20 مشكله مع العميل بس في واحده منهم قد كده وبالعكس سام تايمز بنختار الصغيره لانها حلها سريع فحل دي واخلص منها. ما انا في الاخر التيميتلي عايز احل ال 20 كلهم وهيطلع 20 غيرهم مشاكل لا تنتهي. فبنعمل مابينج للمشاكل وبنحاول نسكيل ذم كماجنتيود دي ثقلها قد ايه واثرها على العميل قد ايه ولو حلينا دي بكره هتبقى اثرها شكله عامل ازاي. وبالعكس وسام تايمز بقى بقول لك تروح ايه ده في مشكله قد كده يا جدعان. عارفه ال 80 20 رول فممكن سام تايمز تلاقي مشكلتين يمثلوا 80% من مشاكل. لو حلينا المشكلتين دول بس الباقي سهل. طوبة بالنسبه لك ايه؟ طوبة اكبر بكتير جدا مما الناس متخيلاه. طوبة ينطبق عليها اللي انا بقوله ده 120% لان هي بتحل مشكله كبيره جدا 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 وهي بقول لك اللي الناس شايفاه والحمد لله الحمد لله الحمد لله هي اثبتت نجاح كبير جدا في القطاع الصغير اللي احنا جربنا معاه القصه دي. احنا كنا عاملين لها ليميتد انفنتوري ومشروع معين هو اللي بنجربه عليه وان شاء الله قريب نعممه على كل المشاريع اللي بدا الطلب يزيد جدا جدا عليه في الحته دي. الناس تتضايق مننا انتوا ليه مش فاتحينها في المشروع ده انتوا ليه القصه دي كلها. وده اللي اثبت لنا واحده واحده ان هي فعلا سولفنج ريل بروبلم يعني. ومع ذلك انا بقول لك يعني مش عايز اساوند اني بعمل دعايه يعني ترقبوا اللي جاي من طوبة لان طوبة اكبر بكتير جدا. الفكره behind it والانوفيشن behind it وذا بروبلم ذات از سولفينج اكبر بكتير جدا من القشور اللي لسه اللي متشافه لغايه النهارده يعني. اي ريل ستيت ديفلوبرز تانيين احنا بنعلن دايما من الانوفيشنز بتاعتنا ديت اللي بنطلقها بالذات تحت مظله انوفيشن لابز. دايما بنقول كده يعني احنا قلنا كده في طوبة وقلنا كده احنا عندنا لغايه دلوقتي 3 انوفيشنز يمكن طوبة اشهرهم بس عندنا حاجه اسمها سيف. It stands for Secure Assets for Fixed Earnings اللي هي Fractional Property Ownership في الكوميرشال بروبرتيز. عندنا سيف وعندنا طوبة وعندنا ثقة اللي هي شهاده ضمان على الكومباوند بدل وديعه الصيانه اللي هي ثقه. كل ما بناناونس حاجه من دول بنقولها بابليكلي في البريس كونفرنسز اللي بنعملها ان احنا بندعو السوق كله انه يادوبت الانوفيشنز بتاعتنا. احنا بجد هدفنا ان احنا نحل مشاكل ومصلحتنا. ساعات ناس تفتكر ان ده كلام نظري. مصلحتنا ان السوق كله يادوبت الافكار ديت فالسوق يكبر والمشاكل تتحل ما هيطلع مشاكل تانية ونحط دماغنا في دماغ بعض. وبالعكس الاندستري بتاعتنا من اكتر الاندستريز اللي بتحط ده في ايد بعض. انا فخور بالحته دي في اندستري ريل استيت. انا بجتمع باخواتي وزمايلي واساتذتي في الريل استيت اندستري كتير جدا في كونفرنسز وفي ميتنجز حتى راوند تيبلز عشان نطلع ببعض المقترحات مع بعض. من اكتر الاندستريز اللي شفتها اللي فيها كولابوريشن. ومؤخرا كنا قاعدين في قعده وكلهم بداوا ينكشوني في بعض الحاجات اللي احنا عاملينهم طوبه وثقه على راسهم. وبدا يبقى في حديث داير ما بيننا طب تعالوا نشوف ازاي نميك ذس ذا اندستري ستاندرد وازاي نحط ايدينا في ايد بعض حتى لو 3 4 مطورين مش لازم الاندستري كلها. تعالى نحط ايدينا في ايد بعض وازاي
ان ماكسمايز البنفيت للعميل وللشركات من الانوفيشنز دي. فعشان انا بلخصت لك وما توهتكيش في اجابه السؤال، start with the problem. الانوفيشن ساعتها هيبقى meaningful، فهيطلع لك الحاجه، فساعتها تعرف تاخدي قرار if it solves a big problem، وهي بجد انت عارفه الحل، الانوفيشن ده بيحل بروبلم ايه، جو اهيد. لو انت لسه مش عارفه، لو في افكار فكره حلوه جدا طلعت بس احنا مش عارفين هي بتحل مشكله ايه، لا هي دي اللي تقول لها نو، دي الديسيبلين اوف سينج نو. لو هي ما بتحلش مشكله حقيقيه حطها على جنب دلوقتي، ممكن تبقى المشكله جايه في السكه، ممكن تبقى المشكله دي موجوده في مجتمعات بره بس جايه لنا واحده واحده مع الماتشوريتي بتاعت السوق، فمش وقتها دلوقتي. ده الديسيبلين اوف سينج نو if it doesn't solve a real problem. حلو جدا. طيب هندخل على البونus كويستشنز، بس لو هنجاوب عليهم بقى خلينا نسالهم على طول. يلا. مش عايزه في جمله واحده، ايه الرول او دور عبد الله كصديق؟ انت في شلتك او صحابك الرول بتاعك ايه؟ انا اصحابي بيدوني اكتر من حق، يعني فرصه بقى كده اقول كلمتين عنهم. يعني هم ساعات بيحملوني ساعات مسؤوليه برضو نصيحه في مواقف مش عارف ان انا اجمعهم ولا بتاع، بس انا بقول لك وفي منهم زعلانين مني عشان كده قلت فرصه بقى اتكلم عليهم. انا الفتره اللي فاتت انشغالي اللي هو مش مبرر، ورك لايف بالانس والحاجات اللي قلنا عليها ديت، مقصر جدا معاهم يعني. بس لو اجابه السؤال بالعكس، انا بقول لك اصحابي ربنا يا رب يخليهم لي، وهم جزء مهم جدا في حياتي. برضو انا بتعلم وبستفيد منهم كتير جدا، ودايما بقول عليهم من ورا ظهرهم، يعني هم ممكن يكونوا اول مره يسمعوا الكلام ده، بقول في ميزه كبيره قوي في اصحابي، ان هم كانوا على طول عمرنا من واحنا صغيرين ما اعرفش ليه فيري اوفر بروتكتيف على. بص انا طول عمري كده ايه يعني حالي وهادي ومش عارفين وبتاع، ففي منهم اللي كان نغش اكتر وبتاع، فدايما كانوا يعاملوني معامله اخوهم الصغير، عارفه اللي هو ايه، لا ما حدش يقرب من عبد الله، لا عبد الله انت مش تيجي معانا الحته الفلانيه، عارفه اللي هو انت يعني مش هينفع تيجي، عارفه كده. فدايما بقول ان هم they were very protective طول عمرهم ليا يعني، ودي نعمه كبيره قوي. الاصحاب ممكن ياخدوكي كده وياخدوكي كده يعني. فانا كنت ربنا كرمني باصحاب very protective بيعاملوني انا بقول لك اخوهم الصغير، ومديني اكتر من حقي في ان هم ساعات يجي يطلبوا مني نصيحه في حاجه ولا مش عارفين لا استحق بتاع. هم كلهم انا بقول لك انا اتعلمت منهم كتير جدا، وحموني في حاجات كتير جدا، وفادوني في حاجات كتير جدا يعني. فلو هقول انا الرول بتاعي ايه معاهم، انا الرول بتاعي معاهم ان انا محمي بيهم يعني. طيب عبد الله كأخ. عبد الله كأخ، هو ده نفس السؤال ولا ده السؤال التاني؟ اوكي. طيب انا واخواتي 5. اوكي. عندي اختين اكبر مني واخ واخت اصغر مني، فانا في النص بالظبط، في 2 فوقيه و2 تحتيه. اختي الكبيره قوي اللي هي اكبرنا سنا هي هانديكاب، فهي من صغرها عندها مشكله في، او يعني كانت حاجه فيزيكال، اعاقه في المخ، فهي بالعكس البيبي بقى بتاعنا، هي اكبرنا سنا بس هي البيبي بتاعنا، وبركتنا بركه العيله كلها، ورحمه كبيره قوي عندنا في البيت، وما نقدرش نعيش من غيرها بكل التشالنجز ذات كامز وذ الحاله بتاعتها. بالعكس بأشفق دايما على والدي ووالدتي ان هم في السن الكبير ده ولسه عايش معاهم بيبي، عارفه تحسي بالديماندنج بتاع البيبي، بس دي بركتنا. فدي علاقتي بيها ان انا بس اقول لها ادعي لي، ان انا بس ابص لها بس كده، دي علاقتي بيها. انا بحاول اقول لك علاقتي بكل واحد منهم ايه، بما انك سالتيني عبد الله كاخ يعني. اختي بقى اللي بعديها فهي اختنا الكبيره بقى، اللي هي احنا دايما بنقول لها هي اكتر منها اخت يعني. دي اللي بقى لو عرفت ان حد فينا عيان تلاقيها فجاه عنده في البيت وجايبه له الادويه وتقول له تاخد ايه وما تاخدش ايه وتعمل ايه والقصه ديت. بس انا بقى دي قريبه مني جدا في السن، هي اكبر مني ب2 بس انا دايما بقى بغيظها، كنت من واحنا صغيرين يعني، اقول لها على فكره انا اخوكي الكبير وانت اختي الوسطانيه، من هي ايفن دون هي اكبر مني، بس هي في اخت اكبر منها وفي اخت اصغر منها، فهي الاخت البنت الوسطانيه، فبقول لها انا اخوكي الكبير وانت اختي الوسطانيه، فدايما اغلس عليها في الحته دي. فور فيري كلوز الحمد لله لبعض لسننا القريب من بعض. بس انا بقول لك بجد هي اللي برضو ايه، هي اللي دايما شايلانا يعني. اخويا حكيت عنه، اخويا اصغر مني ب4 سنين، فاخويا ده اللي بتكلم وافضفض معاه، ده اللي بستشيره في حاجات كتير جدا، عنده حكمه شديده جدا في حاجات كتير جدا، ده اللي بينزلني على ارض الواقع لما بحلم جامد جدا. احنا شخصيات مختلفه تماما في البيزنس
بتاع، فبنوزن القصه دي كلها لما كنا فتره كمان بنشتغل فيري كلوزلي مع بعض، واحنا كده كده مع بعض كبارتنرز في تقريبا كل حاجه احنا بنعملها. فبرضه الحمد لله نعمه كبيره جدا، ربنا يحفظه يعني ويخليه لي. بقول لك هو يعني خزنه اسرار وصدر حنين وحاجات كتير جدا. اختي بس صغيره، اصغر مني ب 13 سنه، فالفرق السن كبير. فدي دايما بقول لهم يعني كنت علاقتي بيها عامله اكتر زي اب وبنته يعني. فهي وهي بتعاملني من هذا المنطلق، يعني هي دايما بقى مكبراني برضو كده ومدياني مقاني كده. وبرضو لما حد يعني هي واخويا الاصغر مني يعني وبتاع، فرق بينهم برضو مش صغير بس اقرب لبعض، دول يقعدوا يناقشوا في بعض اكتر، وانا واختي الكبيره ممكن نناقش في بعض شويه اكتر وبتاع. بس انا وهي في علاقه كده خاصه جدا في حته بقول لك يعني مدياني كده ستانس كده برضو لا استحقه يعني. فبرضو بستمتع بالحته ديت يعني. فدي علاقتي باخواتي يعني. بس يعني يبقى ان انا دايما بقى حته ان انا في النص دي اعتقد انها مينينجفل يعني، ان انا الحمد لله ان شاء الله. ماشي. علاقتك بقى بولادك؟ علاقتي بولادي من اكبر نعم ربنا على الواحد طبعا الحمد لله. وانا تاني انت ذكرتي ان انا اتجوزت بدري، فالحمد لله دي برضو من مميزاتها ان الواحد برضو عياله ممكن بقى يبقى هو لسه في كامل قواه العقليه وصحته وبتاع، وعياله كبروا فتقدري تهاف معاهم كونفرسيشنز ماتشور والقصه ديت. فبرضو خليني اقولهم لك واحد واحد كده. انا عندي 3 ولاد، او يعني بنت وولدين. فبنتي هي الكبيره، فدي دلوعه باباها، وبقعد بقى اغلس على اخواتها الولاد اقول لهم انتوا تشتغلوا وتتعبوا وتطحنوا وهي تدلع، وانتوا اللي من بعدين انتوا اللي تخدموها وانتوا اللي عارفه. فدي طبعا البنوته دي دلوعه باباها. هي فعلا نعمه كبيره قوي. و يعني تاني الحمد لله بقول لك ساعات يكفي بالنسبه لي اشوفها مبتسمه يعني، عارفه دي بالنسبه لي ابتسامه على وشها بالنسبه لي، عارفه يو ميد ماي داي يعني الحمد لله. ايه هي الواحد سبحان الله بيحس الاحساس ده. يعني هقول لك معنى روحاني شويه في الحته ديت. كنت مره وانا صغير وهي ملك بنتي لسه يعني بنوته صغيره كده كيوت كده وبيبي وبتاع لسه كيوت. كنت سمعت ساعتها ان في حديث كده ان من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمدا نبيا ورسولا 3 حين يصبح و3 حين يمسي كان حقا على الله ان يرضيه. فمعنى الحديث ببساطه انك لما تقول كده رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا يرضيه. فانا على قد فهمي ساعتها بقيت اقولها بالعكس والتركيز قوي، اقولها كل يوم الصبح 3 مرات واقولها بالليل 3 مرات وقاعد بقى مستني الحاجه اللي انا عايزها. عارفه بقى اللي هو حاطط حاجه معينه في دماغك بيزنس ولا حاجه مستنيها بتاع، طب ما انا بقولها اهو فين انا عايز. وبعدين في يوم من المعنى اللي جالي قلت مش كفايه الضحكه اللي مالك بيضحكها لك في وشك وانت نازل الشغل الصبح، اللي دي ما هو رضاك اهو. فتاني باكتو دي بنتي حبيبتي ربنا يا رب يخليها لي ويسعدها. انا ذكرت في النص ان هي مقبله على بقى حياه جديده وجواز وكده، ربنا يا رب يسعدها ويفرحها ويكتب لها الخير يا رب كده في حياتها كلها. الولدين بقى دول اللي بقى بديهم فوق نفوقهم شويه. فطبعا بالذات الوسطاني بقى ده اللي هو الولد الكبير، فابو بكر اسمه. فهو دلوقتي عنده 19 سنه وبيدرس ايكونومكس في الجامعه. بصي شخصيه عجيبه جدا برضو، فيها شويه حاجات مميزه جدا يعني. فيري سوشيال، الناس كلها بتحبه. عنده حتى كده كاريزما كده غريبه وثقه كده في النفس. في مره حتى دخلت عليه الاوضه لقيت عنده برفيوم مكتوب عليها كونفيدنس، قلت له انت ناقص كمان بترش برفيوم اسمها كونفيدنس. فهو في حته كده نغشه كده وحبوب ويعني وجريء. وانا قاصد اقول المواصفات دي لان اخوه الصغير عكسه، فسبحان الله على التكامل. فده اللي بشد بقى عليه شويه يلا وينزل واشتغل واعمل وبتاع. واخوه هيجي عليه الدور لان اخوه الصغير برضه هو قرب منه يعني او كبر برضه. بس ده اللي بقول لك العلاقه بقى الجد شويه، نتكلم مع بعض في البيزنس، نتكلم مع بعض في هتعمل ايه، بفكر في ايه. انا على فكره من مدرسه، مع ان احنا فاميلي بيزنس والقصه دي كلها من مدرسه تعمل اللي انت عايزه، مش لازم تشتغل ورا ابوك ولا شغلانه ابوك ولا في شركه ابوك ولا القصه دي كلها، اعمل اللي انت عايزه. بس ابدا فكر من بدري وجرب من بدري وقع وقوم وبتاع. I'm here to support
مش عايز اتدخل في قراراتك في القصه دي. فتاني ده ابو بكر برضو ربنا يا رب يحفظه ويبارك له ويسعده. فبيحب الرياضه وانا مش رياضي خالص، فانا بنقعد نتخانق دايما في الحاجات ديت. فبالعكس يعني هو جدع ان هو متمسك مع انه طالع في بيت يعني ما فيش رياضه خالص يعني. فبيلعب كوره، بيلعب سكواش، وبيلعب كذا حاجه بطريقه لذيذه يعني. انا مبسوط ان هو بيعمل كده، مع اني بقعد اتخانق معاه يعني. اللي يسمع كونفرسيشنز بينهم وبين بعض ساعات الاقيه راجع البيت متاخر مثلا، كنت فين؟ يقول لي كنت في التمرين. اقول له يا ابني انا قلت لك ايه على الرياضه دي؟ خدنا ايه من الرياضه غير انك كل مره راجع لي رجلك مجزوعه، ومره مش عارف ايدك ايه، ومره ايه، والحاجات دي كلها. فهو تاني وبقى يعني ده بحس فيه حته ذكاء كده في طريقه تفكيره. بس يعني محتاج بقى يشد حيله كده بقى شويه. خلاص هو عنده 19 سنه ويدرس في الجامعه. انا ضاغط عليه شويه بقى انه انت مش هتستنى تخلص جامعه على ما تعمل حاجه، فيبدا يعمل حاجه. نبيل الصغير ومسمي على والدي، على اسم والدي. نبيل ده بقى البلسم اللي هو لغايه النهارده. هو طبعا انا وزوجتي حتى بنقعد نتخانق الخناقه دي في البيت. هو عنده 16 سنه دلوقتي، فبقى راجل كده كبير يعني. بس احنا لازلنا بنعامله البيبي بتاع البيت، عارفه، هو غصب عنه اخر العنقود. واخواته كانوا على طول بيعاملوه بالعكس، واخواته يعني ربنا يكرمهم على طول بيعاملوه ده كده دايما برضه اوفر بروتكتيف، ويخلوا بالهم منه وبتاع. وكان بالذات في السن الاصغر شويه لما هم اللي كانوا بداوا يبقوا اكبر وهو لسه صغير شويه، فهم اللي بياخدوه يعملوا معاه كل حاجه والحاجات دي كلها. فده لسه البيبي بتاع البيت بقول لك. بس هو يعني شحط دلوقتي عنده 16 سنه. ده طيبه الدنيا بيسمع الكلام في كل حاجه يعني. حتى دي خناقتنا معاه يعني. يا ابني قول لي لا مش كل حاجه اقول لك حاضر بتاع. فربنا يحفظه طبعا. نعمه كبيره جدا ان هو يبقى فيه الخصال ديت ولسه في المدرسه بقى. فبرضه ربنا يوفقه يا رب في دراسته ويختار له الخير. فهي نعمه كبيره. انا ما اعرفش، انا ما جاوبتش على علاقتي بيهم شكلها عامل ازاي، اكتر من ان هم نعمه كبيره في حياتي. ربنا يخليهم لي. هم طبعا تاني بقول اللي هم ساعات بس دي طبيعه اي ولاد مع ابوهم يعني. هم بيدوني برضو اكبر من حقي يعني. دايما هم بيتطلعوا يبصوا لي يحسوا لي ان انا قدوه، ويسالوني في حاجات كتير جدا. طب رايك ايه؟ طب نصيحتك ايه؟ طب الحاجات دي كلها. بس ده دور اي اب يعني. الاحتواء والقدوه وانه يبقى افيلبل ليهم يعني. بس بالعكس انا بعتقد ان انا مقصر في هذا الامر، ومراتي شايله عني كتير في حته ان انا مقصر في التواجد معاهم في كل الوقت وفي الحاجات دي كلها. وياما كلام يبدو كلام افلام يعني، بس ياما غصب عني فوت مناسبات مهمه في المدرسه، وفوت ساعات عيد ميلاد عشان مسافر، ولا فوت الحاجات دي كلها. فبالعكس انا بعتذر لهم عن التقصير، وهم نعمه كبيره جدا في حياتي ربنا يخليهم لي يعني. ماشي. تاني سؤال في البونص. شارك تانك اي ثينك جه معايا اكسبوجر كبير قوي لكل الناس اللي شاركت فيه. فعايزه اعرف ده بقى في البيزنس عامل ازاي يعني. هل ده سلاح ذو حدين؟ هل دي حاجه بوزيتيف؟ يعني لو كان باشمهندس عبد الله زي ما حضرتك دلوقتي سي او بريزيدنت لمدينه مصر، بس من غير الشهره اللي جت مع شارك تانك، تفتكر الدنيا كان هيبقى شكلها عامل ازاي؟ صعب اتخيل حاجه دلوقتي مختلفه عن الواقع. بس خليني اقول لك، هي كلمه زي ما انت بتقولي، عاده الشهره اللي هي شارك تانك جابتها شويه، عاده ده سلاح ذو حدين. الحمد لله انا بأزعم من تجربتي، الحمد لله it was almost all positive. الحمد لله. ودي يمكن حتى نقاش بيدور ساعات ما بيننا وما بين بعض كشاركس والناس القائمين على البرنامج، احمد الاقصر وعمرو منسي الاونرز والبروديوسرز بتوع البرنامج. ان الحمد لله احنا كلنا في غايه الفرح والسعاده والرضا عن النتيجه اللي حصلت. ان الحمد لله الشهره اللي جت من ورا شارك تانك كلها حميده زي ما بيقولوا يعني. كلها شباب شغوف متطلع طاقه، عايزين يعملوا حاجه، وشايفين ان ده نموذج طيب يحتذى بيه في رياده الاعمال وفي بتاع الحاجات دي كلها. طبعا بقول لك في الحاجات الشهيره عن انك بقيت وشك مألوف او معروف بسبب شارك تانك والحاجات دي كلها. انك تروح مكان بابليك فتلاقي الناس بتبص لك ولا عارفاك، ولا تاني والله لا استحق هذا الامر بس عايز اصور معاك ولا عايز اسالك كلمه. انا الحمد لله المواضيع ديت واخدها بطريقه فيري بوزيتيف، لان انا زي ما شرحت لك في موقف مختلف انا بحس ان انا اللي بستفيد يعني. لما حد بيجي يسالني سؤال والله انا اللي بستفيد، حتى لو انا اللي بجاوب بيتفتح مواضيع وبجات اكسبوز لاندستريز جديده. بس ربطها بقى بالبيزنس زي ما انت بتقولي بقى، مدينه مصر وشارك تانك. يمكن الميزه الاساسيه طبعا ان هي اتقعدت يعني. بصي مدينه مصر اسم كبير قوي، شركه كبيره قوي، بابليكلي تريدد في البورصه. احنا كده اكسبوزد في الميديا كشركه، احنا لاننا بابليكلي تريدد احنا لازم كل كوارتر نريبورت ريزلتس
في الميديا ونخش في ايرنينج كولز وفي ريبورتنج الفيجرز بتاعتنا مع ميديا كونجلوميرتس كبيره على مستوى الريجن والحاجات دي كلها. فاحنا وي ور اوريدي اكسبوزد. شارك تانك والاكسبوجر بتاعي انا الشخصي من خلال شارك تانك ادد تو ذات نو داوت لسبب بسيط جدا في الاندستري بتاعتنا. يعني انا الجمله دي قالها لي حد من التيم عندنا في السيلز، قال لي احنا اخيرا بقى عندنا فيس تو ذا براند. الاندستري بتاعتنا فيها الحته دي. على فكره انا ضد المدرسه ديت ان جنرال. انا الحمد لله بقول لك شايف انها بنفيت كبير جدا اللي حصل من شارك تانك والعلاقه مع مصر. اي ثينك اتس ا بيج بنفيت. انا دايما وكنت بقولها لهم ايام منكا، لان احنا في صناعه هتلاقي دايما اكيد ما فيش حد في مصر مر بالتجربه دي ان يكلموا حد في التليفون يبيع له عقار. فبتلاقي دايما الصناعه بتاعتنا هنا في مصر فيها حته كده يبيع لك المشروع باسم صاحب الشركه. فبيقول لك ده مشروع فلان الفلاني مع ان الشركه لها اسم. فيقول لك مش عايز تشتري في مشروع فلان الفلاني، مش عايز تشتري في مشروع فلان الفلاني. I understand where this comes from، لان الصناعه دي عايزه credibility. تشتري بيت وتشتري تحطي انفستمنت كبير، فدايما اسم الشخص ولو هو باك باسره كبيره وناس ليها تاريخ والحاجات دي كلها، كل ده بينفع البراند بتاع الريل استيت بتاع. فبقى السيل والصناعه عندنا في مصر ان الصناعه مربوطه باسامي عائلات او اسامي اشخاص. الشركه هنا لانها كان طول عمرها الاول كانت شركه حكومه وبعد كده نزلت البورصه وبقت بابليكلي تريدد وبقت اوند باي مؤسسات ماليه اكتر منها عائلات والقصه دي كلها، فعمر ما ارتبط اسمها باسم شخص او باسم عيله. اللي انا بحبه على فكره هي دي هرجع لك في الحته ديت، يعني انا شايف ان ذا هيلث اوف اي براند او اي شركه ان يبقى اللويالتي بتاع الكاستمرز للبراند مش لشخص. الشخص ده مهما كان كويس ممكن يبقى بكره مش موجود. ويمكن انا دي اتعلمتها من العيله عندنا مع اننا فاميلي بزنس، بس كان دايما عمي الكبير يقول لنا كده لما احنا الشباب جدا نخش في البيزنس، قال لنا لا انتوا تروحوا تعملوا حاجات جديده ما تخشوش في الشركه الام، لان انا مش عايز اربط الشركه الام بعمر اشخاص. فمش عشان احنا خلاص بنسلم الجيل يبقى خلاص افرضوا انتوا يعني حد منكم مشي سافر هاجر راح جرى له حاجه ما ينفعش نربط الشركات والبراندز بعمر الاشخاص. وعلى فكره التراب دي بيقع فيها شركات عالميه. يعني ستيف جوبز قبل ما يموت الناس قالت لك ابل هتنهار، وكان اكبر نجاح لتيم كوك ان الشركه ما وقعتش بعد ستيف جوبز لان الشركه كانت مربوطه باسمه. فانا ان جنرال كفلوسفي دايما بقول الاصح ان اللويالتي يبقى للبراند. اللي حصل ان اسمي بقى مرتبط بالبراند ده، وبقول لك في ناس اتبسطت من الشركه عندنا ومن السيلز تيم يقولوا لي اخيرا بقى عندنا فيس اتاتش تو ذا براند. فبقى في ناس تيجي تقول مش ده البراند اللي تبع فلان، مش ده فلان اللي بيدير الشركه ديت. ففي القصه دي كلها فديفينتلي حصل استفاده من هذا الامر، ان ادد تو ا براند ذات از اوريدي براند تقيل جدا وبراند معروف جدا وعليه سبوت لايت. بس بقول لك حصل بالانس كده لذيذ جدا. لكن اوفرول برضو بقول لك رجوعا للسؤال، اوفرول اي ثينك ات واز ا فيري بوزيتيف ثينج. مش ندمان عليها، حاسس الحمد لله البنفيتس بتاعتها اكتر بكتير جدا من لو فيها بعض التشالنجز هسميها يعني، لكن الحمد لله ات واز فيري بنفيشال. ماشي نتكلم بقى عن المستقبل شويه. اوكي ماشي. اول سؤال خالص، ايه مواقف او حاجات اتعلمتها في حياتك عايز تورثها لعيالك؟ انا لسه مجاوب على سؤال شبه دوت في انترفيو مكتوب كده في مجله. انا زي ما قلت يمكن في اجابه سؤال تاني، انا I'm not pushing them خالص في اندستري معينه ولا حتى هيدرس ايه في الجامعه اللي انت عايزه. انا رايي كذا بس اعمل اللي انت عايزه، لان انا اكشلي دايما بقولها للشباب most probably انت بتشتغل حاجه غير اللي درستها في يعني، او very high chances انك تشتغل حاجه غير اللي انت درستها. فيبقى الحل الامثل انك تدرس حاجه بتحبها. مش مهم هتاند اب بتشتغل ايه دلوقتي، عشان تعرف تقضي ال3 4 5 سنين بتوع الجامعه وانت مبسوط بتاع. ادرس حاجه بتحبها وبعدين شوف تشتغل ايه. الا لو انت عارف كويس جدا ان في شباب تاني تيجي تقول له انت عايز تدرس، يقول لك انا هدرس كذا عشان عايز اشتغل كذا وعشان عايز اعمل مش عارف ايه. بعدين لا، انت عارف انت عايز يخش تحبها وما بتحبهاش، انت عارف انت عايز ايه. فباكتو ولادي اللي بحاول اعمله على قد ما اقدر، اللي بحاول اعمله ان انا اطلعهم مسؤولين. I think this is the most important thing. عمري ما هعرف اضمن لهم، وبقول لهم الجمله دي بلانكي وبيزعلوا مني يعني، لهم مش هعيش لكم العمر كله والفلوس بتروح وتيجي. اللي يطمني عليك سواء انا موجود او مش موجود انك راجل عندك تحمل مسؤوليه، انك فاهم يعني ايه مسؤوليه، وانك الحته اللي انا بحاول اعملها مع نفسي انك يبقى ليك قيمه مضافه في المجتمع اللي حواليك. ان احنا مش عايشين عشان الله انا جبت عربيه كذا ومركب فين وجزيره فين والكلام ده مش الهدف. دي باي برودكتس من النجاح. الهدف انك تبقى عضو ناجح في المجتمع وتقابل ربنا في يوم من الايام
وتقول له انا فت، انا عملت، انا النعم اللي انت اديتها لي، سواء النعمه دي تعليم، ماده، او يعني فلوس، عيله كويسه، ثقافه، متربي في اسره كويسه، أنا النعم اللي انت اديتها لي استخدمتها وفدت بيها، عمرت في الارض وفدت. ما هي العماره دي على فكره مربوطه بالانوفيشن. عماره الارض دي انك تموف ثينجز فورورد، انك تشينج ذا وورلد، انك تحل مشاكل. مش لازم تبقى، بقولها لعيالي برضه، مش لازم تبقى اجمد واحد في اجمد حاجه، في احسن حاجه، في اغنى واحد في الحاجات دي كلها، المهم تبقى مفيد. في واحد ممكن يبقى على فكره السيركل اوف انفلونس بتاعته او دايره تاثيره قد كده، بس هو في الاخر مفيد لثلاثة أربعة. all this is all what it takes على فكرة. أنت مش لازم تبقى بتاع. فبحاول أربي عيالي على الحتتين دول. مسؤولية يا ابني، تحمل المسؤولية، افهم يعني إيه مسؤولية، يبقى اعمل حاجة. جملتي اعمل حاجة مفيدة. حتى في اللقطات اللي هي خناقة يعني، الاقيه قاعد على الايباد تو ماتش ولا بتاع، يا ابني مخك باظ من البتاع ده، قوم اعمل حاجة مفيدة. فكلمة حاجة مفيدة دي بكل بقى ما تحمل من عمق في حتة يعني ايه واحد يبقى عضو نافع في المجتمع. وبغلف ده كله دايما على قد ما اقدر، وهم حافظين الجمله دي مني يعني. هم لو رفعت سماعه التليفون دلوقتي على اي حد من عيالي وقلت لي ايه اهم حاجه في الدنيا، هو حافظين مني الاجابه، يا رب ان شاء الله يتمسكوا بيها وتنفعهم في حياتهم، ويقول لك ربنا. فدي دي اللي في الاخر بقى، دي اللي الواحد يتكل على الله مرتاح، لو هو عارف ان اولاده في الاخر عارفين ان في الاخر احنا بنحاول نرضي ربنا وبنعمل الحاجه الصح ولما تتزنق في قرار في حياتك مصيري، عديه على ميزان ربنا كده، مطمن عليك ساعتها يعني. فتحمل المسؤوليه عضو مفيد في المجتمع، ويتقي الله في شغله وفي حاجته وفي حياته وفي الناس اللي بيتعامل معاهم يعني. حلو جدا. طيب عايز تسيب ايه كلاجسي قدام؟ شكلها عامل ازاي؟ فكرت فيها؟ هل هي في الاندستري بتاعت الريل استيت؟ هل هي مقتصره على العيله؟ هل هي مقتصره عن حضرتك؟ بس هقولها لك بعفويه جدا. نادرا ما كنت بفكر في الموضوع ده لغايه ما اتسالته مره في one of the podcasts. اكتشفت، ولما اتسالته ساعتها اتصدمت، لان انا على فكره وتاني انا مش عارف انت هتساليني ايه النهارده، وساعتها كان البودكاست ده نفس القصه يعني. فاتخضيت ساعتها اني لقيت نفسي لازم ارد، وانا فعلا انا يعني ما فكرتش في الموضوع ده كتير قبل كده. بس ساعتها بقى اضطريت افكر في اللحظه وانا بتسال السؤال ده، وجاوبت اجابه ساعتها. انا قلت له تصدق ان الموضوع ده سؤال تريكي جدا وعميق جدا. الصح، بس انا في الاخر بشر وهقول لك هشفي غليلك باجابه يعني. الصح لو احنا بنفهم we shouldn't care. انا ساعتها قلت له كده we shouldn't care. اوكي. بالذات لو انا عمال هو اتفلسف عليك واقول لكم انا بقول لعيالي اهم حاجه ربنا والحاجات دي كلها. فلو هو الواحد صادق مع ربنا وعايز ربنا وعايز رضا ربنا وعايز في الاخر لما يقابله يجد رضاه عن اللي هو عمله، ساعتها you shouldn't. بس احنا بشر you shouldn't care هيقولوا عليك ايه من بعدك، او هتسيب ليجاسي شكلها عامل ازاي. يا عم انا عايز الليجاسي عند ربنا بس. فهو سؤال صعب جدا، والصح بقول لك ده اللي المفروض الواحد يربي نفسه عليه ويقوم نفسه عليه. دونت كير. انت بس ايه، اشتغل واعمل الصح، حاول ترضي ربنا وبتاع لغايه ما تقابله ان شاء الله كده وهو راضي عنك. لو دي تحققت، قالوا عنك ايه ولا ما قالوش عنك ايه، دي بالعكس هي خطر جدا. لو انت شاغل بالك ده هيقولوا عليك ايه عنك، دي الواحد محتاج يراجع نفسه يعني. لو هو ده اللي شاغل بالي هيقولوا عني ايه وهسيب لهم بايه وايه الليجاسي بتاع، لو ده اللي شاغل بالك لا راجع نفسك. وانا اللي بقول لنفسي كده، بقول لك لو ده اللي شاغل بالك، لو انت قاعد بتفكر ان انت بتعمل كده عشان تسيب الليجاسي دي ولا البتاع، راجع نفسك ويعني ظبط النيه شويه يعني. بس في الاخر هي في الاخر هتبقى منبثقه يا رب. في نفس البودكاست ده قلت له كده ساعتها، قلت له يا رب بعد لما ربنا يريد في اي وقت يقولوا عليه كان بني ادم مفيد يعني. تاني بصفه عامه ايه بقى بالظبط بتاع، يكفيني ان هو ايه ولادي حتى، سيبك من مش فارق يعني، مش يعني ولادي احفادي ساعتها يقول لك الراجل ده كان مفيد. فزي ما انا النهارده بترحم على جدي رحمه الله عليه، اللي هو بالنسبه لي حاجه كبيره جدا انا متسمي عليه. اكبر كنز سابه لنا، لو بقى اجابه على السؤال بتاع الليجاسي والحاجات دي كلها، هو ساب كتير على فكره، حتى حاجات ملموسه كشركه ولا كماده ولا الحاجات دي كلها. بس اكبر كنز سابه لنا السمعه الطيبه، سيرته الطيبه، اخلاق اللي علمها لنا، القيم اللي لغايه النهارده بقابل ناس يقولوا لي انا اتعلمت من جدك. كله يا عم انت ما شفتوش اصلا، انت سنك ما ينفعش تبقى قابلته اصلا. بس ده اثر لما يبقى حد بني ادم فعلا ذو اثر،
اثره بيمتد بيوند عمره بكتير جدا. فبقول لك فيا رب يعني بالعكس، يعني اتمنى تاني عشان نخرج من السؤال ده بسرعه، اتمنى اكتر من ان هو يقولوا عمل ايه، ان هو لما يفتكروني يدعوا لي. يعني اعتقد ده يبقى الاثر الحقيقي، يعني ان لما يفتكرك يدعي لك يبقى انت عملت حاجه كويسه، يعني لما يفتكرك يدعي لك يعني. فبس المهم ما يبقاش اللي هو ربنا يسامحه يا عم ده ورانا ايام، ده مش عارف مين وبتاع، ريح وارتاح، عارفه اللي هو الحاجات دي كلها. فيا رب يا رب كده يرضى عنا يعني. الله. ماشي، اخر سؤال قبل البونus كويستشنز. مدينه نصر هتعمل ايه الفتره الجايه؟ يعني هل في حاجات جديده؟ يس. بصي تاني خليني برضو الاول ابدا بالبيج دريم. ذا سكايز ذا ليميت. احنا بنحلم في الشركه دي زي ما بيقولوا كده بالانجليزي like there is no tomorrow. عارفه اللي هو اقصى حاجه ممكن نحلم بيها بنحلم بيها. فعلا احنا شايفين ان الشركه دي بالهيريتج ده، بالتاريخ ده، بالمصداقيه دي، بالعلامه اللي موجوده النهارده، بسمعتها عند الناس، بالبوزيشننج اللي وصلنا له، بالنجاح الحمد لله ربنا كرمنا بيه في الكام سنه الاخرانيين، بالنمو اللي حصل، بالتيم اللي موجود، كل بقى المقومات دي احنا شايفين احنا نقدر نكسر الدنيا. هقول لك حاجه فيري سوليد وفوكست وسبيسيفيك. من كام شهر لميت الشركه وقلت لهم يا جماعه وي هاف ا نيو فيجن. فعشان كده بقول لك الفيجنز بتتغير، سواء لانها انتهت خلاص حققتي، او ان فجاه بقى فيه يعني هدف جديد عايزين نوصل له، او الوقت خلص. احنا كنا حاطين فيجن فور ذا 5 ييرز، ال 5 ييرز عدوا فبنجددها. يمكن انا اللي خلاني اعمل الموقف دوت واقول لهم احنا وي هاف ا نيو فيجن هي الاحداث المؤسفه اللي احنا عشناها في الست سبع ثمان شهور اللي فاتوا دولت، بيحصل في غزه، والضعف اللي احنا شايفينه من يا عيني الغلب اللي بيحصل هناك، والقهر وكل الحاجات دي كلها. وطبيعه احنا كطبيعتنا كمنطقه ان احنا very emotional. فطبعا اللي حصل ده يعني اول حاجه هو يوجع قلب اي حد ذو قلب، ايا كان ملته او عرقه او عايش فين او هو في المنطقه او بتاع. وشفنا واحده من اكبر حالات الوعي والتوهج في القضيه الفلسطينيه حصلت في الفتره دي على مستوى العالم، والطلبه في الجامعات في امريكا والحاجات دي كلها. انا خدت ستانس مختلف شويه، انا عاشرت كذا انا راجل عندي 45 سنه، فاللي عايز يحسب انا يعني شفت في حياتي سواء من واحنا اطفال لحد كلها مواقف كتير جدا في موضوع القضيه الفلسطينيه. ويمكن سنه جوازي لما جيت اتجوز كان ساعتها في انتفاضه في فلسطين، في ساعتها ضميري انبني ان انا اعمل فرح واصرف عليه فلوس وبتاع. فساعتها قلت لهم مش عايز اعمل فرح، الناس الاطفال بيموتوا في فلسطين. وامي ساعتها اللي اقنعتني قالت لي حرام عليك مراتك والفستان وفرحه العروسه في البتاع. فحاولنا نلم الدنيا على قد ما نقدر. اختي الكبيره ربنا يبارك لها ما انساش، انا ساعتها قلت لها بقول لك انا مش هصرف اكتر من كذا، وهي اللي مسكت خدت الموضوع على عاتقها بالبلدي كده، كانت ماشيه بتشحت بيا تروح على مش عارف بتوع الورد والحاجات اللي بصوا انا اخويا ما كانش عايز يعمل فرح عشان اللي بيحصل في فلسطين، بس احنا اقنعناه فعايزين خصم. عارف بصي قصه تضحك بنقعد نفتكرها لغايه النهارده يعني. فرجوعا للقصه ديت، فالواحد شاف كتير يعني. وعاده احنا بقول لك الرياكشن بتاعنا، سامحين ان انا بعمق في الحته ديت. I think it's a very important message، وهرجع لك للفيجن بتاعت الشركه تاني. بس انا بقول لك احنا شعوب عاطفيه جدا، فلما بيحصل اللي حصل وهو كلنا شفنا بننفجر عاطفيا. انا جيت المره دي وعرفت بقى ده غصب عني بطبيعه المرحله العمريه وحجم المسؤوليه الملقاه على عاتقي والحاجات دي كلها. فجيت التيم وجبت ولادي قلت لهم نفس الكلام، وده الكلام اللي بقوله لما بيتفتح الديسكشن في الموضوع ده. بقول لهم كفانا لطم وولوله. احنا ما بنعملش حاجه بقالنا 75 سنه مده القضيه دي، غير ان احنا بنقعد نعيط ونلطم على وشوشنا ونندب ونسجب وكل الكلام الايموشنال ده. بنعمل ايه على ارض الواقع عشان في يوم من الايام، وحط تحت دي مليون خط، لان احنا هي دي مشكلتنا ان احنا ما بنصبرش على النتيجه. احنا عايزين كل حاجه النهارده، عايزين نكسب النهارده ونحرق قلبهم النهارده ونعمل مش عارف ايه النهارده والحاجات دي كلها. هم ما وصلوش اللي ما يتسموه دولت، ما وصلوش اللي هم وصلوه النهارده في يوم وليله. بالعكس هم لما بداوا يخططوا للي هم فيه النهارده ده كانوا اضعف مننا بكتير جدا جدا. كانش ليهم بلد تلمهم، كانوا عددهم يتعدى على صوابع الايد الواحده، كانوا مقهورين وفي العالم كله مش طايقهم وما بيحبهمش، واي بلد يروحوا فيها بينبذوا ووصلوا انهم يحرقوا كانوا ضعف. بس هم حطوا خطه نحققها بقى 500 سنه، نحققها في 1000. اللي بدأ الخطه يشوف نتيجتها في عمره ولا ولاده ولا احفاده ولا 10 اجيال قدام، they don't care. المهم نحقق اللي احنا عايزينه. فهم خطوه ورا الثانيه فيجن.
احنا هنعمل دي وعشان كده هم مش سامعين حد النهارده، هم بنفس خطته. العالم كله بيصوت وبيولول واليو ان بتجرمه مش عارف المحاكمه اللي اتعملت، مش نسيت اسم المؤسسه دلوقتي، بتاع ادانته. انا ماشي اون تراك. فباك تو بقى ايه علاقه ده باللي انت بتقوله ده؟ فانا قررت المره دي I will not play it emotion. This is very hard. الحل الاسهل ان انا اعيط واتضايق واتشنج وازعق واشتم وادعي عليهم الكلام ده الاسهل على فكره، ده الاسهل. بس نتيجته ايه؟ طلعنا شويه طاقه وحسينا. خلي بالك دي الحته اللي بتقول، انا اسف ان انا دخلت في الموضوع ده، بس هو it's very important يعني. I just had this discussion yesterday بالصدفه. ابوس ايديكم، نفسي نبص بالنتائج. خدنا ايه من الولوله والعياط والسويت بتاع. انا مقدر قوي الناس اللي بتعمل كده، ومن اكتر المكاسب اللي حصلت في الحاله اللي احنا فيها دي ان الاجيال الجديده بقى عندها وعي وفهمت اللي بيحصل والقصه دي كلها. بس نفسي دعوه للناس كلها، نفسي نبقى عقلانيين وواقعيين في الحلول. والله ما الحل ان احنا نصوت ونزعق ونكسر محلات ونعمل في مش عارف مين ونشتم في ايه ونلبس الليله كلها لبراندين 3 احنا قادرين نتشطر عليهم، همبرجر وقهوه ومش عارف مين وشويه حاجات كده. مش ده تاني. انا مقدر جدا الشعور ده ومحترم جدا الشعور ده، وبالذات انه نابع اكتر من الاجيال الصغيره. انا بضرب لهم تعظيم سلام. في منهم بيربونا في يعني ايه عقيده، ويعني ايه فاليوز، ويعني ايه والحاجات دي كلها. بس انا بقى اللي عملته يا جماعه لو سمحت، طبعا هو ناس كتير مستغربه اللي انا بقوله ده علاقته بالفيجن يعني، بس هنربط لكم الامور ببعض دلوقتي. لو سمحت نبقى عمليين شويه. اي دونت كير بقى، دي الجمله بقى اللي انا عايز اقولها. اي دونت كير اللي انا هعمله واللي انا بقوله ده اشوف نتيجته في حياتي ولا لا. انا كل اللي عايز اعمله ان انا ابقى خدت خطوه في مشوار، ان انا ابقى سبب في ان احنا في يوم من الايام اللي هو ايه بقى، احنا عايزين ايه في يوم من الايام. على فكره احنا مش عايزين نموت حد، ولا عايزين نقهر حد، ولا عايزين نشمت في حد، ولا عايزين نحرق في عيال حد، ولا عايزين اللي هم بيعملوه ده نعمله خالص. احنا القضيه الفلسطينيه دي كل الناس بتدور على حقها. واحنا شعوبنا كده على فكره. لو حد ادالك حقه وانت احنا مش من النوع يلا بقى انت تمسكن لغايه ما تتمكن واديله فوق نفوخه وعوض البتاع. هو الناس بتدور على حقوقها. بس تاني بلغه العصر وبلغه البيزنس احنا عايزين نبقى اقوياء ويتسمع لنا كلمه، عشان لو حد جه على حقك لما ساعتها تقول رايك يتسمع. هم ما بيسمعوناش ليه النهارده؟ عشان احنا ضعاف واحنا قليلين واحنا اقتصادياتنا. تعالوا بقى نتكلم واقع، مع ان الراجل طموح جدا ومتفائل جدا وممكن نقعد نغني في الحته دي واحنا هنقدر نوصل لايه، بس الواقع النهارده بالارقام ان احنا قليلين قوي وضعفه جدا ولا حاجه. اقتصادياتنا ولا حاجه. هقول لكم شويه ارقام تخض والله ما غرض الاحباط. لو سمحت ما حدش يحبط من الارقام اللي انا هقولها دي، بس ده فاكت، راجعوا الارقام ورايا، لان انا بزعل قوي ساعات الناس تطلع تقول ارقام فضفاضه كده مش مدققه يعني. انا هقول لكم ارقام اظن انها دقيقه وبليز راجعوا ورايا يعني. من كان قريب تكساس عملوا شويه مناوشات في امريكا عشان ينفصلوا عن امريكا ومش عارفين، الدنيا نامت بعديها. بس حصل يوميها شويه ميمز وبتاع، وقال لك لو تكساس انفصلت عن امريكا هتبقى اقتصادها مش عارف قد ايه وبتاع. ولايه في امريكا. وانا ما بتكلمش على العالم الغربي بقى كله، لان هو اللي بيناهض الجماعه دول النهارده مش امريكا بس لو اتكلمنا على ولايه في امريكا فتكساس دي، وهي من اغنى الولايات في امريكا، ما فيش اقتصاد عربي قده. طب اكتر من كده الاقتصادات العربيه كومبايند اصغر من تكساس. فاحنا يا جماعه يسمع لك ليه؟ على فكره هم فيهم ناس انسانيه جدا، بس هو مش بتاع انسانيه، هو بتاع بيزنس وارقام. وهو مش بيحابي التاني عشان حباب عيونه، هو بيحابي التاني عشان فلوس وارقام واقتصاديات ومصالح ودول وقصص، عشان بيحقق له مصالحه وبيكسبوا فلوس والقصه دي كلها. يا جماعه احنا عايزين نتكلم في اي حاجه في الارقام اقتصاديات. احنا تاني ربنا اللي يعلم مصر دي ايه بالنسبه لي. واقولها مش كلام انشا عشان الناس ما تقولش عليا ده راجل طالع يمثل وبتاع. رقبتي فدا مصر بمعنى الكلمه. اموت عشان البلد دي، اموت عشان البلد دي من غير ما افكر. لو في امر يستدعي ان انا اضحي بعمري عشان مصر هضحي بعمري عشان مصر. بس انا هقول ارقام برضو دلوقتي تزعل. حجم الاقتصاد المصري قد ايه؟ الناتج القومي المصري في حدود 400 مليار دولار حسب الدولار بكام، لان هو بيطلع وبينزل حسب سعر الصرف.
عشان تعرفي تقارنيه بالدول الاخرى يعني، فلازم يتحول كله لدولار ونقيس ببعض يعني. 400 مليار دولار، وده اللي هو النومينال جي دي بي دوت، او اللي هو الناتج القومي الحقيقي. في بقى اللي هو بي مش عايز اخش في مجال اقتصادي يعني دلوقتي، اللي هو البيرتشيسنج باور باريتي جي دي بي، ده اللي هو الناتج القومي اللي محسوب بالقوه الشرائيه، ده احنا احسن فيه. وده اكشلي لو عايزين نتكلم على الجانب التفاؤلي ممكن اقول لكم احنا فين رانك وورلد وايد وممكن نوصل لايه يعني. بس رجوعا للمقارنات اللي تخليني هرجع لكم والله حالا للفيجن يعني. الاقتصاد القومي المصري، الناتج المحلي المصري على 400 مليار دولار، دي مبيعات شركات في امريكا. يعني امازون بتبيع تقريبا الرقم ده، وول مارت بيبيع باكتر من الرقم ده، داخل على 3/4 تريليون دولار وول مارت حجم اعمال في السنه. وده الناتج القومي بتاعنا اللي هو حجم الانتاج اللي البلد دي، الاوتبوت الاقتصادي اللي البلد دي بتنتجه يعني. فدي في شركه في امريكا بتعمل قده مره ونص. شركه مش ولايه زي ما كنت لسه بقول، شركه ريتيلر كمان، يا ريته شركه اخترع الذره ولا طلع صواريخ القمر بتاع ده، ريتيلر سوبر ماركت يعني. في الاخر حجم اعماله السنوي مره ونص الاقتصاد المصري، وحدث ولا حرج. بقى اي سي ده من القصص دي. في 3 شركات النهارده القيمه السوقيه بتاعتهم اللي هم ابل وانفيديا ومايكروسوفت، اكبر 3 شركات من حيث القيمه السوقيه في البورصه، اللي هي فاليو الشركه، عدد اسهمها في سعر السهم، فيطلع لك القيمه السوقيه بتاعت الشركات دي. ال3 شركات دولت كومباين داخلين على 10 تريليون دولار قيمه سوقيه. 10 تريليون دولار، 3 شركات. فاحنا بعيد قوي 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 قوي. احنا البورصه المصريه كلها قاطبه بكل الشركات اللي فيها 200 ومش عارف 30 شركه ولا حاجه كده، كلهم كومبايند على فكره. فيهم شركات تسد عين الشمس يعني، شركات تقيله في مجالات تقيله وبتكسب كتير وعندها اسيتس وبقى لها 60 سنه في السوق، وهم قاطره الاقتصاد المصري. الكام شركه دول من ضمنهم احنا والقصه دي كلها. البورصه المصريه كلها جمعي بقى كل الشركات دي، الماركت كاب بتاعهم او القيمه السوقيه بتاعتهم كلهم كومبايند 100% منهم، مش حصه منهم، اجماليهم حاجه و30 مليار دولار. لو انا فاكر الرقم برضو بيتغير حسب حاجه و30 مليار دولار. فقيمه قد شركه صغيره في البورصه في امريكا. او تويتر، ايلون ماسك اشترى تويتر ب 44 مليار دولار، فتويتر اغلى من البورصه المصريه كلها. طب انا بقول لك انا هوقف هنا لان الكلام محبط، كلام محبط جدا، بس هو دعوه للتفاؤل. هو الوضع ده معناه ان احنا لسه عندنا روم تو امبروف جامد جدا 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 جدا. لان انا بقول عكس تاني، هو انا غصب عني دخلت في الحته دي عشان السؤال اللي انت سالتيه، بس انا ممكن افرفشكوا جامد جدا في البوتنشال. احنا رانك نمره كام في العالم في زراعه كذا وفي مش عارف ايه، وعندنا مصانع بتصدر للعالم ايه، وعندنا حاجات فيها بوزيتيفيتي كتير جدا. وتاني احنا اقتصاد واعد جدا وعندنا نمو كبير جدا، وهو ده اللي مخلي العالم لغايه النهارده بكل النيجاتيفيتي اللي انا قلتها في ارقامنا صغيره ازاي باصص علينا، لان نسب النمو عندنا عاليه جدا، فاحنا نقدر نحقق كتير جدا. فرجوعا للفيجن بقى، انا رحت لما من الشركه قلت لهم كفايه ولا ولطم. ليه بقى؟ لان في لسته في العالم اسمها ذا فورتشن 500 او ذا جلوبال، مجله فورتشن هم اللي بيعملوا الليسته ديت، بس هي الليسته اسمها ذا جلوبال 500 كومبانيز، اكبر 500 شركه في العالم. الشركات دي قلت لهم تخيلوا كده، وانا قاعد مع التيم عندنا قلت لهم تخيلوا بقى من ال 500 شركه في العالم دي احنا كوطن عربي بقى عندنا كام شركه فيهم، او نسبه التمثيل بتاعنا قد ايه منهم كلنا بقى. مصر والسعوديه والامارات والقطر والكويت والعراق والاردن وليبيا والجزائر والمغرب، حد الوطن العربي كله بموارده ببتروله بغازه بذهبه بزراعته بمصانعه ببورصاته بالقصه دي كلها. عندنا كام شركه يا جدعان من الوطن؟ مش بقول مصر بقى بس، الوطن العربي ده كله عنده كام شركه في ال 500 شركه دول؟ خمني. واحده بس، ارامكو. شركه ارامكو السعوديه اللي هي القائمه على بترول السعوديه هي الوحيده الممثله في قائمه الاكبر 500 شركه في العالم، وهي من التوب فيهم يعني. كنت اوبتيمستيك جدا. واحده. يسمع لك ليه؟ اين انت من الاقتصاد العالمي؟ ما هو الاكبر 500 شركه في العالم دول الشركات اللي لها ثقل في العالم، دي الشركات اللي لو اتهزت تهز اقتصاد العالم، دي الشركات اللي لو تطورت بتطور اقتصاد العالم، دي قاطره زي ما انا بقول لك كده. البورصه المصريه فيها الشركات اللي بتقطر الاقتصاد المصري، دول 500 شركه اللي بيقطروا الاقتصاد العالمي، وفيهم بقى بنوك وفيهم شركات تكنولوجي زي بقى طبعا بقول لك جوجل وابل والحاجات دي كلها، فبيغيروا العالم وارقامهم ضخمه جدا، حجم اعمالهم وبيشغلوا ناس كتير جدا واستثماراتهم ضخمه جدا، وبيمثلوا جزء كبير جدا من الفورين انفستمنت اللي بيتحط في الدول، وبيبنوا مصانع في كل حته، وتسلا اللي بتبني جيجا فاكتوري بتقوم اقتصاد بلد والحاجات دي كلها. دول اكبر 500 شركه في العالم، احنا ما عندناش فيهم غير واحده. يسمع لك ليه؟ يعمل لك حساب ليه؟
خلينا نتكلم لغه الارقام. انا عارف انه كلام مؤلم، بس خلينا واقعيين. يسمع لك ليه؟ لو انت مكانه تسمع لي، وهو راجل انت عارف ان هو بتاع بيزنس ومصالح وفلوس، هو مش هيتعاطف معاك، انت مش قريبه. فسيبك من المشاعر، احنا بتوع مشاعر، عايزين نبقى بتوع ارقام. فانا تاني بقى باك تو البوست اوف انرجي. فانا جبت الشركه قلت لهم وي هاف ا نيو فيجن. قلت عليا مجنون، قلت عليا حالم، وانا اللي بقول لكم وي كان دو ات، احنا وغيرنا. وبالعكس انا بقيت اقولها بابليكلي عشان لو احنا نقدر نعملها، في 50 شركه غيرنا اولى انهم يعملوا لهم اكبر مننا اوريدي. We want to be a global 500 company in the coming 10 years. عايزين نبقى واحده من اكبر 500 شركه في العالم في ال10 سنين الجايين. تخلص في 10، بص لازم تحلم. اوكي. تخلص بس حط هدف، صحي الناس، الجيل اللي بعديك اللي هيجي يستلم الاداره من وراك يبقى عارف الشركه دي رايحه فين. فيجي يلاقي الناس اللي هنا اوريدي بيعملوا كده اهو، وانتوا بتعملوا كده اهو، اصل احنا قربنا، اصل احنا عايزين نبقى من اكبر 500 شركه وفاضل 7 سنين، واصل فاضل 3 سنين. طب ومش تحقق، بقول لك بقى في 10، تحقق في 15، تحقق في 20. عندنا هدف رايحين له يخليك في يوم من الايام. وانا مش ببص لها مدينه مصر مش هتبقى هي العنصر المؤثر في سياسه العالم يعني، بس انا قيسي بقى على كده. لو مدينه مصر بقت واحده من اكبر 500 شركه في العالم، يبقى في انا بقول لك على الاقل 50 شركه في مصر اولى واحق، فساعتها هيبقوا كده. ولو مصر طلع منها 50 شركه بقوا في اكبر 500 شركه في العالم، فالوطن العربي بالمنطق ساعتها المفروض يبقى فيه 100 و150 بقى شركه كلنا كومباين بتاع، ساعتها يسمع لك. الصين اعتقد يا من سنه يا من سنتين، عشان معلوماتي تبقى دقيقه، يا من سنه يا من سنتين، لاول مره في تاريخ الجلوبال 500 كومبانيز عدد الشركات الصيني تفوق الشركات الامريكاني. فالصين النهارده لها كلمه. الصين النهارده تقدر تحرك اقتصاديات دول، ويبقى ليه قوه انه يقول موضوع حساس جدا، بس هقوله برضو كده في موضوع المقاطعه والحاجات دي كلها. فاحنا قاطع البراند ده وقاطع البراند ده وقاطع البراند ده. اول حاجه 3/4 المعلومات المتداوله مش دقيقه للاسف. خلي بالك احنا بناخد قرار مش سهل، انت بتاخد قرار فيه ضرر ناس، قرار فيه قطع عيش ناس، وفيه حاجات كتير جدا، ومع ذلك المعلومات مش دقيقه. يعني اذا كان ساعات بيطلع شركه تقول لك والله ما بعمل، لا بتعمل، انت في الليسته يا عم، والله ما بعمل. هو الشركه تطلع تقول كده، طب اعمل ايه؟ انا لازم اصدقه، ما هو بتاعه ما فيش ما يثبت غير كده. اصل هو ايه هو حسب ايه الكرايتيريا بتاعت ان الشركه ديت مجرمه؟ هل هي الكرايتيريا ان هي شركه امريكاني بس؟ يبقى ساعتها تعال نقطع بجد، وريني نفسك. ابل شركه امريكاني، جوجل شركه امريكاني، فيسبوك، ميتا بقى كلها بشركاتها، انستجرام، واتساب، ديل، كمبيوتراتنا كلها، ال اتش بي بتاع قاطع، فايزر، جونسون اند جونسون، ادويه قاطع، طيارات قاطع، عربيات قاطع، انترنت قاطع. ما دول لو هي الكرايتيريا انه امريكاني عشان هم بيدفعوا تاكسس في امريكا، وفي فلوس من فلوس التاكسس بتاعت امريكا بتروح لدعم البتاع، لو دي الكرايتيريا. لكن انا الكرايتيريا انا بقول لك عارفه ايه الكرايتيريا اللي اقدر عليه، مش اللي اقدر عليه كشخص اللي هو ايه عيني يعني. انا بقول لك اهو همبرجر وقهوه تاني. انا مش ضد الناس اللي بتقاطع ومش ضد المقاطعه، ومقدر جدا الشعور ده، بس انا بقول لهم ايه النتيجه؟ سيبك والله بيتقال ارقام كتير، يقول لك وستاربكس خسرت 14 مليار دولار بسبب المقاطعه. انا ممكن افتح لكم دلوقتي الشارتس، هم سهمهم على فكره اكتر ديب حصلت لسهم ستاربكس كانت قبل اكتوبر اللي فات، وبعديها زاد وبدا ينزل تاني شويه مؤخرا، حاجه اللي هي بورصه. بالعكس بعد اكتوبر زاد حاجه بتاع 15% ولا حاجه كده السهم، وبعدين بدا ينزل شويه 7% ولا مش عارفين هذه كلها. طب ارباحه ومبيعاته زايده، ماكدونالدز زايده، بيبسي زايده، كوك زايده. مش بقول لكم الناس بتعمله ده مؤثر جدا في الوعي، بس مش في الاقتصاد. ليه؟ لان احنا اصلا حجمنا قد ايه بالنسبه له؟ احنا حجمنا قد ايه بالنسبه له؟ انا بما اني قلت اسامي، يعني انا بقول لك ماكدونالدز العالم مش مصر، وورلد وايد حجم اعماله في السنه حوالي 24 مليار دولار. فانا بقول للناس لو ماكدونالدز وورلد وايد قفل بالضبه والمفتاح بكره، امريكا مش هتهز، اقتصاد امريكا مش هيتهز، اقتصاد العالمي مش هيتهز، وسياسه امريكا مش هتتغير، والاحداث اللي بتحصل مش هتتغير. تاني دي مش دعوه للسلبيه اللي ما تعمليش حاجه، اللي بيعمل كده يعمل، واللي مؤمن باللي هو بيعمله يعمله،
وده انا بقول لك في جزء ايجابي جدا في الوعي وفي نضوج الشباب وفي حاجات كتير جدا. انا نفسي ده بس انا بحاول اقلبها لحاجه بوزيتيف واقتصاديه وبالارقام. انزل شجع منتج بلدك 100%. نفسي الطاقه اللي احنا عمالين نفرغها في العدوانيه على البراندز الاجنبيه والحاجات دي كلها، فرغها في دعم منتج محلي. دي اول ما بسمع حد بيقول لك دعم المنتج المحلي وادي لستة البراندات المحليه وبتاع، تعظيم سلام. ايوه كده، نعمل نقوي اقتصادنا. تعالوا نقوي اقتصادنا، يبقى طلعنا من التجربه دي. سيبك احنا يا جماعه، والله انا بقولها اهو، احنا مش عدوانيين، احنا مش بتوع عداء، احنا ناس محترمه، احنا ناس بتاعت ربنا، احنا ناس عايزين نبني، احنا بندافع عن نفسنا عشان في حد بيديني فوق نافوخي فبدافع عن نفسي على قد ما اقدر. بس بليز فرغوا الطاقه دي ووجهوها لبنى اقتصادكم. شجعوا المنتجات المصريه. هي شعره، ما في ناس ممكن تقول لك ما هي المقاطعه احنا بنشجع المنتجات المصريه. نيه لوحدها. توجيه الطاقه تشجيع المنتج المصري والمحلي والعربي والبتاع. كل ما اقدر اشتريه، ويا منتج يا مصري يا محلي يا عربي، حسن من جودتك وحسن من كفاءتك وكبر من انتاجك واعمل الحاجات دي كلها، علشان ما هو يعني بالذات سيبك القهوه والهمبرجر والحاجات دي سهله، واوريدي في براندز قويه والحاجات دي، بس دي سهله. بس طب والدواء والسلاح واللابتوبس والكمبيوترز والحاجات دي، انا ما عنديش الصناعه دي اصلا، هعمل ايه النهارده؟ قوي نفسك. طب تخيلوا بقى، وهي دي اللي هختم بيها في الحته دي كلها، تخيلوا بقى، هي دي اللي بتخوفني من الاتجاه العدواني ده شويه. طب احنا اصل في ناس تيجي تقول لك لا احنا هنقاطع لغايه ما هم يتربوا ويتعلموا الدرس ويعرفوا ان احنا وصلنا لهم رساله وقرصنا لهم ودانهم ومش عارف مين والقصه دي كلها. طب تخيل لو هو اللي قفش. للاسف هو ده حاله ضعف اللي احنا فيه. تخيل لو هو اللي قفش، ايه ده؟ انت بتحاول تضر البراندز بتاعتي. طب انا اللي هعمل عليك بقى مش بويكوت اللي هي المقاطعه، انا هعمل عليك امبارجو. انا اللي هسحب حاجتي من عندك، زي ما امريكا عملت مع روسيا. بس روسيا قويه وعندها اكتفاء ذاتي وعندها حاجتها وعندها برانداتها وعندها مصانعها وعندها غازها وعندها بترولها وعندها زراعتها وعندها ميتها وعندها كهربتها، كل حاجه. تخيلي بقى هو اللي راح عمل علينا امبارجو. انت بتضايق البراندز بتاعتي. طب بكره بقى مفيش طيارات ومفيش سلاح ومفيش ادويه ومفيش كمبيوترز ومفيش كذا ومفيش، ويقفل عنه النت ويقطع عنه المش عارف مين ويقفل عنه المش عارف مين وبتاع، هنعمل ايه ساعتها؟ للاسف. بس في ناس بتقول لك لا، او ننشف بقى ونبني حاجتنا. ماشي، خد وقتك بقى، ابني حاجتك، حط خطه، حط ارقام، شجع المنتج المحلي، صنعوا يا جدعان. كلنا، انا دعوه ليا ولرجال الاعمال والمجتمع كله والحاجات دي كلها، تعالوا نصنع حاجتنا وتعالوا وفي الحمد لله حاجات كتير عندنا، صناعه مش قليله وعندنا الحاجات دي كلها. تعالوا بقى يلا نكبر ونحط خطط، والدوله وتحط ايديها في ايد المجتمع الخاص، القطاع الخاص والمجتمع المدني والبتاع. ايه الخطه؟ احنا عايزين نوصل لفين؟ احنا ايه؟ احنا رايحين فين؟ فسئلت، كنت في اجتماع على فكره في رئيس الوزراء وفي بعض من الوزراء كانوا جايبين بعض رجال الاعمال يقولوا مقترحات لرياده الاعمال. كان بعد رايز اب سمت، فكان عايزين مننا مقترحات لرياده الاعمال والايكو سيستم بتاع رياده الاعمال والشركات الناشئه ونعمل ايه والحاجات دي كلها. فرجال الاعمال اللي حاضرين كلهم كل واحد قالوا افكار حلوه جدا، اللي هو شبه لما كنت بقول لك لما لو قعدنا قعده برين ستورمنج هنطلع بافكار حلوه جدا. لا انا بافكار حلوه جدا، ويا فندم عايزين كذا في سرعه الانترنت، وعايزين كذا في الانفراستراكشر بتاع الداتا سنترز، وعايزين مش عارف ايه في الايه عشان الفinTech اندستري، وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، وحاجات تشريعيه وحاجات تكنيكال. ده الافكار حلوه جدا. فانا لما جه عليا الدور اني اقول رايي، ساعتها قلت لهم احنا محتاجين قبل ما نطلع بافكار، الافكار سهله وما بقلقش عليها. احنا عايزين نروح فين بمجتمع رياده ايه الرؤيه؟ باك تو فيجن. ايه الرؤيه؟ تعالوا نحط خطه. تعالوا نقول احنا عايزين في ال10 سنين الجايين نفرغ من مصر 5 يونيكورنز. احنا عايزين يبقى عندنا، احنا هنفوكس في الفinTech، احنا هنبقى اجمد هب للبروبتك، احنا هنركز في وحط ارقام ومعايير. انا هعمل صندوق باكس يدعم واي نمبر اوف كومبانيز واطلع منهم كل سنه كذا، وهعمل مش عارف مين. في اللي انا بقوله ده بيتعمل بس مبادرات كده ايه منفرده، في شويه فاندز وفي سيز في مصر وانجل انفسترز بيعملوا فاندز وبيشتغلوا بتاع. ايه الرؤيه؟ بما اننا كنا ساعتها قاعدين مجتمع قطاع الاعمال الخاص او مجتمع رجال الاعمال والدوله وبنتكلم في بعض، هي ايه الرؤيه اللي احنا كلنا شايفينها؟ ان احنا عايزين كمان 10 سنين رياده الاعمال في مصر تبقى مستواها كذا. انا رانكت ايه؟ هو انا فين في العالم؟ مين نمبر 1 في رياده الاعمال في العالم او في الايكو سيستم بتاع الانتربرنور شيب والستارت ابس والحاجات دي كلها؟ سيليكون فالي طبعا. طب مين بعديها؟ طب ايه المعيار؟ طب هم ليه نمبر 1؟ طب انا فين؟ طب انا عايز نبقى 10 ولا عايز نبقى 2 ولا عايز نبقى 20؟ طب انا فين النهارده؟ طب ممكن الاقي نفسي انا اوريدي رقم 12 النهارده. ايه ده؟ وانا مش واخد بالي. يبقى انا ساعتها عايز ابقى نمره 3.
ف all this boils down to vision. سامحيني انا دخلت السياسه في دين في بيزنس في حاجات كتير جدا، بس اكشلي هو سؤال مهم جدا في حته الفيجن واحنا رايحين فين، بدنا نتكلم على الفيوتشر. فهلخص كل اللي انا قلته ده. our new vision، بما ان السؤال اصلا بدا about the future of our company. our vision is to become a global 500 company in the coming 10 years ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله. طيب ممكن باشمهندس يعني نقفل on a positive note؟ Yes. يعني سمعنا طبعا. اوكي. فيري بوزيتيف. يعني بالعكس انا بقول لك عشان كده كنت حذر جدا وانا بتكلم، بقول يا جماعه ما تفهموش كلامي غلط، انا مش بقول كده عشان احبط حد ولا الكلام ده كله. بالعكس انا ايماني الشخصي ان المشاكل والتحديات دي بتطلع احسن ما فينا احنا. دي برضو جزء من طبيعه شعوبنا، هي طبيعه بشريه على فكره، بس احنا شعوبنا لانها عاشت في تشالنجز كتير وشافت ياما والحاجات دي كلها، احنا التشالنجز بتطلع احسن ما فينا. فانا بالعكس لو بتساليني بقى على التفاؤل، انا متفائل لاقصى درجه، لاقصى درجه. على فكره انا عشت بره، عشت في كندا وقلت بتاع، بالعكس انا حسيت بره الناس دي خلاص ستاجننت، هيروحوا فين يعني؟ يعني هم عدوا في حاجات كتير جدا وتطوروا وتقدموا والحاجات دي كلها، النهارده قاعدين بفاين تيون في حاجات قليله جدا عندهم في المجتمع، والروم فور انوفيشن وفور بروجريشن ضيق جدا. هنا احنا بس يعني اعمل كده هتلاقي نتيجه، ضيف هنا هتلاقي العجب، احفر هنا هتلاقي كنز. عارف البلد فيها خير والله، بالعكس فعلا زي ما انت قلتي انا بوزيتيف نوت. البلد دي والوطن العربي كله، انا لسه راجع من دوله عربيه شقيقه، ايه الخير اللي في بلادنا دي، المنطقه كلها. والله ما في بلد في المنطقه بتاعتنا بروحها الا ما بتحسر على البوتنشال. عندنا كل حاجه، احنا عندنا كل حاجه. خلينا بقى نتكلم بوزيتيف. انا الاول قلت لكم قد ايه احنا ما عندناش، او مش قد ايه ما عندناش. على فكره الارقام اللي انا قلتها دي قد ايه احنا مش مستغلين اللي عندنا، لكن احنا عندنا كل حاجه. احنا في بلاد، خليني استخدم امثله دقيقه يعني. سويسرا بالعكس بقى، انا هقلب لكم بقى دلوقتي اوريكم قد ايه احنا جامدين، والله العظيم هوريكم قد ايه احنا جامدين. سويسرا لسه برضو كنت هناك قريب، بلد عجيبه جدا، بلد صغيره جدا كحجم. لو انا فاكر صح عشان ما بحبش اقول ارقام ما تبقاش دقيقه، اعتقد ان سويسرا مساحتها في حدود ال 40,000 كيلومتر مربع، يعني دبل تشيك الرقم بس في الحدود ديت، يعني 40,000 كيلومتر مربع بلس اور ماينس يعني. ده حضرتك احنا مليون مصر بس، احنا مليون كيلومتر مربع مصر، دول 40,000. طب مش مساحه بس، الموضوع مش مساحه بس يعني. بلد بيسموها بلغه الجغرافيا لاند لوك. سويسرا دي ما عندهمش منفذ على بحر، احنا بنقعد نصيع على الناس وانا على ناصيتين وبحر احمر وبحر ابيض وقناه سويس شقه ما بينهم او موصله ما بينهم وبتاع، وما بين 3 قارات اوروبا واسيا وافريقيا دول لاند لوكت، ما عندهمش اي منفذ على البحر، ومساحه اصلا صغيره جدا، ومحاصرين ب5 دول وبتاع، فمحتاج يعمل اي حاجه لازم يستاذن من الكل ولا بتاع. لو اي حد من دول قفش عليه يقطع عنه كل الميه والنور زي ما بيقولوا. وعندهم تشالنجز كتير جدا مجتمعيه، وبيتكلموا 4 لغات رسمي في البلد يعني، كمان حتى الوفاق الوطني زي ما بيقولوا وبتاع، بيتكلموا لغات مختلفه. ده ايه ده؟ انت تسوقي بالعربيه انت في جنيف، تاخدي العربيه تطلعي على زيورخ، فجاه قلبنا الماني. كنا بنتكلم فرنساوي يا جماعه كنا كويسين، فجاه تقلبي الماني، وانا ولا فاهم دي ولا دي اصلا. بس يعني بلد عجيبه جدا، كل التحديات دي قيس يحدث ولا حرج. على فكره ممكن امسك لك بقى بلد هي اللي مش سويسرا بس، ممكن احكي لك نفس المأساة دي عن اليابان وعن هولندا وعن بلاد كتير جدا من اللي النهارده اقتصاديات ضخمه جدا ومؤثرين جدا، ظروفهم اصلا شكلها عامل ازاي، وعنده ايه اصلا، ما عندوش موارد اصلا. هي البلد كلها دي هم يا دوب البلد يعني على قد ما يقدروا يعيشوا فيها. لسه يعني المساحات بقى اللي انهم يقدروا يعملوا مدن صناعيه وصروح مش عارف ايه وبتاع، البلد ما فيهاش قوي المجال دوت يعني، وتضاريس وجبال ومش عارف ايه وهولندا مثلا شايف هولندا مستنقع اصلا منخفض كده، وعاملين سدود حوالين البلد عشان لو السدود اتهدت هولندا دي هتبقى بركه يعني، هتبقى ليك كبيره كده. ومع ذلك بلد من اكبر واهم اقتصاديات العالم، وحدث ولا حرج. باك سويسرا، ازاي عرفت من غير غاز ومن غير بترول ومن غير موارد طبيعيه ومن غير عنده زراعه شويه كده بس على خفيف، في الاخر البلد مش كبيره قوي وبتاع، ازاي عرفت تعمل اقتصاد بالقوه دي وبالسمعه دي وبالتاثير في العالم ده، وتبقى انت الهب بتاع المؤسسات الماليه في العالم كله، وتخش في صناعات ملهاش دعوه اصلا بالموارد اللي عنده. يعني صناعه الشوكولاته مثلا، حتى لو هي بالنسبه للناس في الصناعه يعني مؤثره، ما انها مؤثره جدا في اقتصاديات العالم يعني، بس قصدي مش مكن وطيارات وحاجات كده، بس الصناعه اصلا مواردها مش عندك. يعني الكاكاو او الكوكو بينز بتاعت الرو ماتيريال، الماده الخام بتاعت بتاع، كلها في افريقيا، كلها عندنا، كلها في افريقيا. ليه سويسرا بقت اعظم بلد في صناعه الشوكولاته والناس بتسافر لها مخصوص عشان تاكل وتشتري من عندها شوكولاته؟ ايه ده؟ فباك تو
بالعكس انا قاصد في الفقره دي بقول لك اوريك قد ايه احنا جامدين. هم ما عندهمش حاجه وعملوا من الحبه قبه زي ما بيقولوا، عملوا من الفسيخ شربات. احنا عندنا كل حاجه كلنا على فكره، مش مصر بس، مصر من اكتر البلاد في المنطقه كمان اللي ربنا محابيها بصفات كتير جدا. بس الدول العربيه كلها عندنا حاجات كتير قوي. احنا عندنا ما اعرفش قد ايه بقى النسبه عشان ما اقولش نسبه غلط من ريزيرفز البترول في العالم ومن ريزيرفز الغاز في العالم، وعندنا مش عارف ذهب وعندنا مناجم ايه وعندنا زراعه حدث ولا حرج. السودان بيقول لك لو اتزرعت صح تغذي العالم كله. السودان مش الدول العربيه برضو بلد واحده في الزراعه تغذي العالم كله. بلد مصر مصر بالصدفه من اكتر البلاد efficiency او كفاءه في اشعه الشمس في توليد الطاقه من الطاقه الشمسيه. فانا مره سمعت الجمله دي من واحد الماني قال لنا انتوا في مصر لو مش عارف كام مساحه قد ايه، حاجه تضحك يعني، حاجه مساحه لا تذكر يعني. في الصحراء الغربيه عندكم في البوزي في النقطه دي بالظبط كخطوط طول وعرض يعني، في النقطه دي بالظبط المساحه الفلانيه لو اتعملت طاقه شمسيه تغطي طاقه العالم كله. بمعنى الكلمه طاقه العالم كله متغطيه في حته صغيره في مصر. وفي في بنبان من اكبر السولار انرجي فارمز في العالم والحاجات دي كلها. في انا بقول لك احنا عندنا كل حاجه، عندنا طاقه نظيفه وعندنا الهواء والشمس، عندك منافذ بحريه ومواني وبتاع حدث ولا حرج من المحيط الى الخليج، عندك زراعه تاكل العالم كله، وعندك بترول وعندك غاز وعندك طاقه وعندك شباب وعندك. دي من اكبر المصايب اللي بره. جوجل راجعوا ورايا لو سمحت الارقام دي. تعداد السكان بتاع اليابان النهارده تعداد السكان بتاع اليابان في حدود 120 مليون بلس اور ماينس. تعداد السكان المتوقع لليابان مش فاكر، اعتقد 20 سنه 2100 يعني كمان حوالي 75 سنه مثلا 70 مليون. بيكشوا بينكمشوا. وايه بقى مش بس بينكمشوا، they're an aging population. فهم الجزء الاكبر احنا هنا بنقعد نتباهى ان احنا 50% من السكان بتوعنا شباب او اكتر منهم مش عارف 50% تحت سن ال30 والباقي لسه برضو في سن عطاء والحاجات دي كلها. احنا نسبة الكبار في السن عندنا هي اللي قد كده صغيرة جدا. العكس عندهم الهرم بتاع الايج عندهم الديموغرافيكس والحاجات دي بتاع عندهم متشقلب. فهم population هشة جدا لان الجزء الاكبر مش بينتج، والدوله محتاجه تصرف عليه معاشات ومحتاجين تاخدي بالك منه وتصرفي عليه رعايه صحيه وتعملي مش عارف مين. الجزء الاصغر شباب وعندهم مشاكل بقى مجتمعيه وما بيتجوزوش وما بيخلفوش، فالبوتنشال مرعب. فبقول لك اهو جوجلت اليابان هتنزل من 120 مليون ل 70 مليون في خلال 70 سنه اللي جايه. احنا هنروح فين من 110 115 120 مليون اللي احنا فيهم النهارده 250 مليون في نفس الفتره دي، هتبقى الضعف واكتر من القصه دي كلها. وقيسي كده انا بقول لك انا كل المنطقه بتاعتنا كده شباب طاقه جروث. حط تحت جروث دي 20 خط اللي هو بره بيفتقروا اليه وبيتعطشوا اليه جروث كل حاجه. والموارد الطبيعيه اللي قلناها والمقومات النجاح واللوكيشن والسياح والله ببقى عايز اعيط. كل حاجه عندنا كل حاجه. عايزين رؤيه ونحط ايدينا كلنا في ايد بعض. كلنا نحط ايدينا في ايد بعض بمعنى الكلمه، سواء بحط ايد بعض دي بنتكلم في اجيال تحط ايديها في ايد بعض، بنتكلم في صناعات تحط ايديها في ايد بعض، بنتكلم في ناس جوه الصناعه الواحده تحط ايديها في ايد بعض، بنتكلم في دوله وقطاع خاص ومجتمع مدني يحطوا ايديهم في ايد بعض، نتحد على رؤيه ونوظف مواردنا صح اللي على راسها البشر قبل اي حاجه تانية. والله ما حد هيلاحقنا. طب واربط الكلام ببعضه وهم عارفين الكلام ده كله، مش كده بيعملوا فينا اللي بيعملوه ده. هو مش عايزك يقوم لك قومه لانه عارف قوتك. هقول لكم معلومه تانية، انا عملت الاكسرسايز ده من زمان بس فمش فاكر الرانكينج هيبقى دقيق ولا. انا عملت الاكسرسايز ده من 10 سنين بالعكس، المفروض غالبا دلوقتي يبقى احسن الارقام شويه. بحالنا الضعيف ده اللي احنا وصفناه ان احنا اقتصاداتنا كلها على بعض ما تبقاش قد مش عارف تكساس والحاجات دي كلها. بالعكس بقى لو جمعتي الاقتصادات العربيه كلها على بعض نبقى رانكت في العالم حاجه يعني. انا مش فاكر دلوقتي بقول لك نبقى رانكت نمره 4، انا مش فاكر حاجه كده. فهم عارفين ده، عارفين الناس دي لو حطت ايديها في ايد بعض هيبقوا جامدين، وعارفين الناس دي عندها بترول وكل اللي احنا لسه قايلينه ده. شطارتنا احنا بقى ومن غير ما نعلق على شماعه بس هم بيصحوا كل يوم الصبح حاطيننا في دماغهم ممكن، بس على فكره في بلاد تانية حطاهم هم في دماغهم. يعني دايما بقول لهم احنا انت عارفه دايما عندنا مش عايز اسميها نظريه المؤامره لان ممكن يبقى في جزء كبير جدا منها حقيقي، بس عارفه احنا دايما بنقول ايه، اصل هم احنا غلابه، احنا كل يوم بيعملوا فينا مشكله وكل يوم يقوموا لنا كونفليكت في المنطقه حقيقي وهم بيعملوا كده. بس طول ما احنا بنعلق على شماعه
ان هو بيعمل فيها كده مش هيقوم لي يومه. هو ما حدش حاطط امريكا في دماغه، الصين مش حاطه امريكا في دماغها، وات ايفر، اوروبا مش بتنافس امريكا على ان اقتصاد ولا مش عارف مين، وبيتآمروا على بعض على فكره، وبيحاولوا يوقعوا بعض، وشركات تخبط في بعض وتعمل مش عارفين وبتاع. فنفسي نخرج بره طريقه التفكير ديت، ونقدر اللي عندنا اللي هو كتير قوي وحلو قوي ويدعو للتفاؤل قوي، عشان نبقى زي ما انت قلت كده قفلنا على بوزيتيف نوت ونكسر الدنيا. عشان كده انا شايف ان احنا كشركه نقدر نبقى حاجه، وكدوله نقدر نبقى في حته تانية خالص، وكمنطقه عامه نقدر نبقى اقوياء، ويقدر لنا صوت مسموع، نقدر نبقى نعرف ناخد حقوقنا يعني زي ما بيقولوا. conversation خطيرة يعني، من سياسة لبزنس لحاجات بيرسونال لكل حاجة. شكرا لوقت حضرتك. I سلام. think يعني أي حد يتفرج على البودكاست ده فيه كم مذاكرة رهيب، فمبسوطة أنا شفتها كده. ثانك يو ندى، واسف على الاطاله وطولت عليكم، وطلعتي بقول لك من جوايا حاجات كتير مش عارف صح وغلط ولا غلط ان انا اتكلمت فيها، بس يعني انا دايما متعود اتكلم بعفويه، وببقى مش عارف ايه السؤال اللي هيتسال، فانت اللي بتنكشيني بقى في مواضيع معينه يعني. ثانك يو فور يور تايم وفور الاسئله المهمه جدا اللي انت سالتيها لي النهارده.